افتكرت نوارة اليوم اللي جت فيه السرايا لتاني مرة. كانت جايبة سمك علشان تطبخه لوفقي. دخلت وما كانش قاعد، قابلتها مصرية وطردتها ومسكت السمك منها ورمتهولها في الجنينة. لعنت عنادها اللي خلاها تلم السمك من على الأرض تاني وتقعد بيه في الجنينة لحد ما وفقي رجع، وقالت له على اللي عملته مصرية فيها. وقتها وفقي دخلها السرايا وأمرها تعمل له السمك ده، ودخل لمصرية وزعق فيها بعلو صوته: انت كيف تعصلي امر يا مصرية وتكسري كلمة اللي قلتها؟ انت اتجننتي ولا عايزة اهانة مني؟ ليه مصممة تتهانى يا بنت الناس؟ أنا حايش نفسي عنيكي بالعافية. أيوة عاوزة تاني يا وفقي، فرجني هتهني كيف، وريني مرجلتك اللي هتطلعها على مرة، ولا هو عشان مات الأسد اللي كانت هتخاف منيه الجرود؟ خلصت كلامها. وقتها وفقي نزل على وشها بكف، خلاها ترجع لورا من شدته، وبدل ما يخوفها الكف ولا يضعفها زود غضبها وخلاها ردت عليه بوعيد: هتضربني يا وفقي؟ هتمد يدك على ستك وبنت سيدك وولي نعمتك؟ ده انت فجرت عاد ومفكر محدش هيعرف يلمك. بس بسيطة، إن ما رجعتك شحات كيف ما كنت يا وفقي، إن ما خليتك ترجع تشتغل أجير حدا الناس بملاليم ما يكفوكش عيش حاف، إن ما طلعتك من الجنة اللي دخلتك فيها، ما بقاش أنا مصرية بنت مرعي. ولا انت ولا 10 زيك يقدروا يعملوها. لا، أقدر ونص يا وفقي، وأقدر أحبسك لحد عمرك ما يخلص وانت بين 4 حيطان منسي من غير ما حد يسأل عليك ولا يفكر فيك. لو على الوصولات اللي معاكي تبليهم وتشرب مياتهم، لأن اللي حداي دلوك يغطي تمن الوصولات 1.5 مرة. ما أنا مش شغال طول السنين اللي فاتت دي ببلاش، ومش عامل حساب الزمن وغدر الناس. أيوة، بس خسارتك هتكون كبيرة يا وفقي، هتخسر اللي عملته واللي حاطط يدك عليه من أملاكي، مصانع ومحالج وأراضي. صح هتسدد الوصولات، بس شوف عاد الأملاك اللي هسحبها من تحت يدك كديه، ومش بس الأملاك اللي هتتسحب، دي كمان الهيبة اللي عطيها لك الأملاك واحترام الناس ليك. هطلق منك واتجوز راجل غيرك واعطيه كل حاجة يمسكها، وهيبوس الأيادي صبح وعشية، مش يمد يد عليا بالضرب ويهني زيك يا قليل الأصل. طب ومال، روح اتجوز واحد غيري واعطيها أملاكك. بس يا ترى هتعرف تعطيه عيل، ولا هتكتفي بعيالة اللي معاه من قبلك، ولا هتتحمل عيالة من اللي بعدك؟ ما هو ما هتلاقيش حد زيي يوافق يقعد معاكي محروم من الخلفة عشان الفلوس وبس. ما هتلاقيش حد أهبل غيري. بس ما دام كده ولا كده طلعت قليل الأصل وواطي، يبقى خلاص عاد الحد هنا وخلصت يا بنت مرعي. استعدي عشان هجيب لك ضرة قريب قوي. هات اللي تجيبها، بس قبلها تطلقني، مش مصرية اللي واحدة تاجي عليها ضرة يا وفقي. واني هجيب عليك ضرة، وعلى مفخيلك اركبيه يا مصرية، وطلاق مش هطلق، وقهري هقهرك، ومناخيرك اللي رفعها دي هكسرها لك، هخليكي خدامة ليها، وفي سوق الحريم ما تسويش بصلة يا عاقر. نطق آخر كلمة ومصرية اتجننت على طول، فضلت تصرخ وتكسر في كل حاجة وتتخبط زي اللي راكبها جن. يومها صعبت على نوارة برغم قسوتها عليها، عرفت إن الفلوس مش كل حاجة، وإن البيوت المتزوقة وبتزغلل العيون ورا بيبانها حكايات تقطع القلب وتحير العقل. كانت واقفة تراقب مصرية وهي بتتخبط زي طير مدبوح قدام وفقي اللي مرفلوش جفن. وبعد ما تعبت مصرية وقعدت على حيلها تنهج، قرب قدامها وكلمها بهدوء: شوفي حالك بعد كل اللي عملتيه ده، محدش اتعب ولا هيتعب غيرك. خدت ايه غير نفسك اللي اتقطع وحيلك اللي اتهد؟ اتعلم يا مصرية، اتعلم تتقبل الأمور ببساطة وترضي بقضاء الله وقدره. قومي قومي يلا خشي اوضتك، ريحي لك هبابة، اتعبتي واصل النهارده. خلص كلامه ولف بص لنوارة وقال لها بأمر: وانت يا اختي يلا اتفرجتي على السيما وشفتي الافلام ببلاش، خشي يلا نضفي السمك وطيبيه واعمليهولي بمزاج وشهلي يدك اللي انا جعان قوي. خلص كلامه واتحرك من المكان. وأما منورة دخلت من سكات المطبخ تعمل الأكل، وهي بتقول لنفسها: واني مالي بالسيمة بتاعتكم ولا أفلامكم، أنا ليا فلوسي وبس، باب رزق وربنا فتحولي، ويكش تاكلوا بعضيكم انتوا الاتنين بعد ما اخد فلوسي وامشي.
كانت فاكرة إن اللي بينها وبينهم هيفضل بس حيلا أكلة سمك تصيدها وتروح السرايا تطبخها. ما كانتش فاكرة إن الأيام هتدور، وبدل ما هي اللي بترمي شباكها وتطلع بالسمك فيها، هي اللي هيرمي عليها شباكه ويصطادها زي ما بيصطادوا السمك. فضل في اليوم ده وفقي قاعد قصادها في الصالة باصص لها من باب المطبخ المفتوح وهي بتطبخ. عينيه ما نزلتش من عليها لحظة ده، بس ما حطتش في بالها لحد ما خلصت طبخة السمك وحطته له على السفرة. وقفت مستنية يديها فلوس السمك وحق تعبها. فضل ياكل فتنحنحت نوارة تنبهه يعني لوجودها. قالت يمكن نسي وما خدش باله، فرد عليها: روح يا بنت السماك وشيعي لأبوك ياخد الحساب. ليه يا بيه؟ ليه تدي الفلوس لأبوي النبادي؟ لو ناوي تقطع حاجة هو والله تمن السمك ما فيه زيادة عليه، وتعبي على الطبخ ما فيهوش فصال. رد عليها وفقي وهو بيبصلها في عينيها: يا ابوي روحي بس شيعهولي وما تقلقيش، حقك هتاخديه زايد مش ناقص. خدت بعضها وسابت السرايا وهي مستغربة موقفه وإصراره إنه يقابل أبوها. طلعت على البوابة وكان أبوها قاعد مع شاكر يشرب الشاي. يا أبوي خش البيه عاوزك، مرضيش يعطيني حق السمك وراكب راسا إن يديهولك أنت. خش هاتهم منيه وخلينا نغوره من هنيه، دول ناس مناخوليا واصل. قام مؤمن علشان يدخل السرايا، فقال له شاكر: ما تنساش المرة الجاية تجيب لي وكلة السمك اللي وصيتك عليها، عايزهم سمكات زنين كيف بتوع البيه، وما تخافش أنا أدفع برضك. يا عم أنا قلت لك أحلى وكلة سمك تستاهل خشمك، بس ما تقطعش. دخل مؤمن السرايا ووصل جوه. أول ما شافه وفقي شاور له، فدخل مؤمن ووقف قدامه. كان وفقي بياكل ويمصمص بمتعة وما تكلمش. فضل مؤمن واقف مستنيه لحد ما خلص أكله وشبع وقام وغسل إيده. رجع قعد في الصالة مع مؤمن. الله قول لي يا أبو عمو، قلت لي اسمك إيه أنت؟ يا اسمي مؤمن يا سعادة البيه. وأنت من أنهي بلد يا مؤمن؟ أني ماليش بلد يا بيه، أني عايش في بلاد الله لخلق الله. طب عيلتك، عيلة أمك، عيلة أبوك؟ ولا أعرف حد منهم يا بيه. أنا وعيت على الدنيا لقيتني عايش بطولي كده. واد حرام يعني. نبت شطاني. لا يا بيه، أنا أسمع إن ليا أب وعارف اسمه، اسميها أبو المكارم، وليا أم اسميها نجفة، يعني واد حلال مش واد حرام ولا حاجة. طب يا واد الحلال، أنا هعرض عليك فرصة عمرك، أو بمعنى أصح فرصة عمر بنتك. أنا عاوزة أتجوز بنتك على سنة الله ورسوله. أنا ربنا ما كرمنيش من مرتي بعيال والعيب منيها، أنا صبرت عليها عمر بحالة، وأديك واعي خيري وعزي، وأنا كيف حالاتك ماليش حد ولا قرايب، عايز واد من صلبي يورثني. إيه رأيك تكون بنتك أم ولدي وتكون أنت جدة؟ مؤمن لما سمع الكلام ده بلع ريقه وهو بيبص حواليه ومش مصدق اللي سمعه. أوليك عليا يا مؤمن فوق العز اللي هتعيش فيه بنتك، بيت مني ملك ليك، واللي تشاور عليها في البلد أجوزها لك. يعني هتتلم في بيت وتبقى لك مرة آخر الليل تنام في طولها، هتدفيك من برد الشتاء وتخدمك، تونسك تتسامر معاك في ليالي الصيف، وتبطل عاد نومة الطل وصيد السمك واللف على البيوت دي. أيوة يا بيب، بس يعني نوارة يمكن ما ترضاش عشان فرق السن وكده، مش صح؟ طب ما دي مهمتك انت، امال انا مشيع لك ليه؟ تركب ودانها ما تسيبهاش غير وهي موافقة. وخد دول اديهم لها كلهم وقول لها دول بداية الخير ونقطة في بحر اللي جاي. خلص كلامه وطلع من جيبه رزمة فلوس اداهم لمؤمن. عينه كانت هتطلع عليهم أول ما شافهم. خطفهم من وفقي وقال له: من يد من عدمها يا بيه، حيث كده هملني أشوف الدنيا وارد عليك، وبإذن الله خير. بالليل نورة في المركب كانت قاعدة. يا ابوي انت هتقول ايه وكيف؟ كيف الراجل الشايب العايب ده اللي يطلع أكبر منك يفكر يتجوز ناني؟ والله بطلوا ده واسمعوا ده. يا نوارة يا نوارة يا بنتي، الراجل مش بالسن ولا بالشكل، الراجل بجيبه وخيره، ودي حداه كنوز النعمان ومحروم الواد. بالك انت لو جبتي له الواد هيحطك فوق الكل ملك، وتحكمي وترسمي، تاكلي الحلو كله وتنامي على ريش نعام. الذهب يا بت هيملى دراعاتك، السرايا هتكون سرايتك، هتبقى الهانم صاحبة السرايا يا نوارة. تغور السرايا باللي فيها،
انت ما شفتهوش وهو عيناض قبل مرته؟ ده راجل كياد وما يتعشرش يا ابوي. يا غشيمة، ده بس عشان ملهاش عنديه قيمة، ولا جابت له اللي يشفع لها حداه ويخليها تفرد ضلوعها عليه. يا بت، بالك دي لو مخلفها له حتة عيل تعمل حمار وتسوقها بالعصاية كماني. سكتت نورة واتنهدت بملل. ها يا بنتي، قلتي ايه؟ قلت له يا ابوي، له يعني له. اخص عليك يا نوارة. طب لو مش عشانك على الأقل عشان أبوك يا بنيتي اللي تعب وشقي. البرد وسقعة المية خدا من جدتي ترقات. ريحيني يا نوارة وخليني أبقى ببيت ومرة وقيمة، هيبقى لي قيمة وسط الناس. ضحي عشاني، دي لو هنحسبها أصلا تضحية. سكتت نورة وما ردتش عليه، وسابته وفردت ظهرها على المركب. غمضت عينيها بس دماغها كانت صاحية منعستش. ومؤمن كان عارف. فضل يتكلم ويرسم لها البحر طحينة، ويصور لها حياتها اللي جاية كأنها جنة هتنسى بيها كل العذاب اللي شافته في حياتها. وبيتمنى بصوته العالي إنها توافق عشان تدخله هو كمان الجنة معاها. أخيرا مؤمن نام على الفجر بعد ما تعب من الكلام، وتعبت نورة هي كمان من السمع. ولما سمعت صوت شخيره فتحت عينيها وبصت للسما. فضلت بصة للنجوم وتعيد في كلام أبوها وصورة السرايا من جوه والخير اللي فيها والأكل اللي في مطبخها والذهب اللي في إيدين مصرية. بصت لأبوها اللي ناي وافتكرت ليالي الشتاء اللي بتيجي عليهم وتخليهم يلبدوا في بعض زي الفيران ويرتجفوا زي أوراق الشجر. وغير سقعة الشتاء، سقعة المية حواليهم، مش بيكونوا مصدقين إنهم ممكن يطلعوا من الشتاء سلام من غير ما حد منهم يتجمد من البرد ويموت في مكانه. حست إنه يستاهل يعيش اللي باقي من عمره زي البني آدمين، على الرغم إنها ساعات بتشمت فيه لما تبص لحاله وتقول أحسن ويستاهل. وده بعد ما حكالها عن ليل واللي عملوا فيها. ليل اللي بتتمنى من كل قلبها تقابلها ولو مرة في حياتها، تحضنها وتتأسف لها عن كل اللي عملوا فيها مؤمن أبوها، وتقول لها إنها حبتها بس من غير ما تشوفها. غمضت عينيها وراحت في النوم أخيرا. في اليوم ده ما قاموش لا هي ولا مؤمن علشان ياخدوا رزق الصبح بدري. راحت عليهم نومة. أول ما صحيوا على الضحى كده كانت الشمس مالية الدنيا. بصت نوارة لأبوها بعتاب. عاجبك كده؟ أدينا فاتنا رزق البكور يا أبوي، خدنا إيه من السهر والحديث عاد. رد عليها مؤمن وهو بيطلع رزمة الفلوس اللي اداها له وفقي. ولا يهمك، أخدي يا بيت رزق البكور والسحور ورزق كذا يوم بحالهم، دول عطاهم لي وفقي. امسك الفلوس اللي بحقه حقيقي، شم ريحة الراحة والبغدة. هملينا نريح دراعاتنا من الجديف ورمي الشبك ولمها. مسكت نورة الفلوس ورفعتها قدام عينيها. بصت له وبصت لأبوها اللي عينيه عليها زي المسجون اللي مستني الحكم اللي هينطقه القاضي واللي هيحدد مصيره. ابتدت تسيطر عليها فكرة الموافقة. بصت لأبوها وبلعت ريقها. يعني أبوي فكرك أوافق؟ لو جوا راسك عقل توافقي من غير ما تسأل يا بت يا نوار. يا بت ربنا رايد بيكي وبيا خير، هتوافقي من غير تردد يا بتي. لو ربنا رايد خير يلا انضجيها وخليني أروح أزف البشرة الوفق بيه، هو فرح قلبه وفرح قلبي معاه. لا، ما تردش عليه انت. أنا عاوزة أتحدث معاه قبل الموافقة. عاوزة أحط النقط على الحروف وأشوف نيته إيه من ناحيتي. قوم يا أبوي قوم نرموا الشبك ونطلع باللي يقسم به ربنا ونروحوا بيه، حتى عشان يكون فيه سبب لمرواحنا. يلا يا حبيبة أبوكي، وكمان شاكر وصاني وأكد عليا واني وعدت يكون لنصيب ياكل سمك النهاردة. قاموا ورموا شبكهم ولموه بالمقسوم وراحوا بيه على السرايا. قدام بابها قعد مؤمن وإدى نصيب شاكر من السمك، وشاكر شي على ابنه عزام ياخدهم وصمم يدفع تمنهم وإلا مش هياخد حاجة. وقصاد تصميمه مؤمن وافق ياخد الفلوس، بس عزام ابنه ما جاش وجت بداله عيشة تاخد السمك. ايه يا شاكر، شيعت ليها على عزام؟ كنت عايزة أخدلك شروة السمك دي عيشة تطبخيها. طب هو راح البندر هو والعيال أصحابه يشتروا حاجات. هات السمك هات، أني هاخده. مسك شاكر السمك اللي في القفة واداهولها، خدته وروحت بيه. رجع شاكر يبص المؤمن اللي عينه كانت على عيشة ومراقباها.
عينك يا أبو عمو اللي تتدب فيها رصاصة دي. رد عليه مؤمن لما انتبه على نفسه. هو أنت مش قلت لي قبل سابق إن مرتك ميتة وما حداكش خوات؟ هما تبقى مين دي؟ دي تبقى أخت مرتي وخالة ولدي وفي مقام خيتي. هي متجوزة أرملة بقالها سنين طويلة وترهبنت وقفلت باب الجواز نهائي. يا فرجك يا رب. طب دي ترضى بيا لو اتقدمت لها؟ عقول لك قافلة باب الجواز بالضبة والمفتاح يا أبو عمو. يا سيدي ما يمكن البيبان المقفولة آن أوانها تتفتح. ما أظنش يا أبو عمو، دي جالها لحسن منك بكتير، ما تزعلش مني يعني. ورفضت، هتوافق بيك انت ليه؟ ها ربك وحكمته يا قريبي، سيبني أحاول وأجرب حظي. بس يعني لو انت عينك منها قول وانا ابعد طوالي. وهو انا لو عيني منها كنت هسيبك تاخد وتدي معاي عليها؟ ده انا كنت قطعت لك لسانك من اول حرف نطقت عليها. خلاص بقى، خليك محضر خير وخليني اطلب يدها واشوف دنيتها ايه. طب ويا ترى قاربك فيه وسع يشيلها جارك انت وبنتك، ولا هتبيعه وتشتري قارب اكبر يشيل 3؟ لا يا غالي، قريب مش هيكون فيه مراكب بأمر الله. عارفك هتتمسخر، بس صدقني بكرة جاي برزق كتير لي وهتشوف بعينك. يا أبوي ربنا يرزقك ويرزقنا ويرزق الجميع. على عموم عيشة قدامك، واني لو تحب أخدك ليها دلوقتي تكلمها وتحكي لها كل حاجة عنك وظروفك وتشوفها ما فيش مانع، عشان بس ما تقول الشاكر وقف قسمتي وكان وكنت. والله فيك بركة يا أصيل يا واد الوصول. تطلع بس نورة من جوا ونشوف الدنيا وبعديها الكلام يحلو. أما في السرايا دخلت نوارة واتقدمت بخطوات مهزوزة. أول ما شافها وفقي داخلة وقف على حيله وطلع بنفسه يستقبلها لما شافها جاي. يا مرحب بست البنات، يا مرحب، وست السرايا وست قلبي كمان لو قالت أمين. طب بس قبل ما أقول أمين، هينفع تبني لي بيت غير السرايا دي يبقى بيتي الحالي؟ البلد كلها مستعدة اشتريها لك، انت بس وافقي وهاتيلي الواد اللي عتمناه من الدنيا. ولو فرضنا ما حصلش نصيب وما جبتش الواد، ولو فرضنا كمان ان العيب منك مش من مرتك، ساعتها هيكون وضعي ايه؟ لا ما تقلقيش، أنا زي الفل وعخلف. هو انت كمان لساكي صبية ورور، ليه ما تخلفيش؟ موضوع الخلفة دي أنا متأكد منيه، ما تحطيهش سبب للخوف. شوفي يا ست البنات وطلع حواليكي، كل ده هيبقى ليكي، وتنسى عاد قفة السمك اللي على يدك والزفارة دي. بصت نوارة حواليها فكمل وفقي بابتسامة. هنيه هتشوفي وتدوقي وتلبس اللي عمرك ما كان هياجي في خيالك ولا تعرفيه. هاخدك البندر، هجيب لك اللي تشتهيه كله، هاخدك كمان بحري وافرجك على الدنيا الحلوة اللي ما شفتيهاش. ها ايه قولك يا نوار؟ الدنيا ما عتديش فرصة مرتين يا بنت الحلال. سكتت نوارة وهي شايفة مصرية وعيونها فيها خليط من القهر مع الغضب والكسرة، شبه نمرة جريحة مش قادرة تدافع عن نفسها ولا هتسكت على الظلم اللي وقع عليها. وعلشان نوارة هي كمان نمرة، كانت فاكرة إنها ند المصرية وإنهم في معركة حياتهم والخسران فيهم ملهوش مكان ولا نصيب في العيشة الحلوة دي. قررت تستعمل مخالبها وتدافع عن حقها في حياة كريمة وحق أبوها اللي الفرصة جاتله من خلالها وحطها القدر سبب فيها. فبصت لوفقي وبلعت ريقها. هتجيب لي دهب كتير كد لحدا مصرية واكتر يا نوارة. هتجيب لأبوي بيت كبير وزين وتفتح له دكانة يسترزق منيها. من بكرة أوسع بيت بحلى دكانة في أحسن حتة فيك يا بلد. وتجوز لو لقى بنت الحلال ومصاريف جوازة من قرش 1000 عليك. لعيونك يا زينة الصبايا، أرقص في فرحة كمان. زين، تنفذ كل ده وتجيب المأذون وتعقد علي. فرح وفقي وكان هيتنطط من الفرحة. أيوة كده، العقل زينة يا نوار. من بكرة، لا بكرة ايه، من دلوقتي هطلع أدور على البيت واشتريه لأبوكي، وبكرة نندل البندر هملالك دراعاتك وصدرك دهب. لفت نورة عشان تطلع من السرايا، لكن وقفها وفقي لما وقف قدامها وقال لها: على وين مستعجلة ليه؟ مش مستعجل، بس أنا قلت اللي حداي خلاص ملوش لزوم الجوعات. طب والسمك مش هتعمليه؟ لا،
مفيش سمك النهاردة ولا فيا دماغ أعمل حاجة. ما تقلقش، بكرة هكون معاك على طول وأعمل لك السمك اللي هتحبه ليل ويا نهار. ابتسم وفقي وسابها تمشي وهو مراقبها بفرحة وقلب بيرقص. ولما مشيت من البوابة الكبيرة كشر لما شاف مصرية، هو دخل من جنبها من غير ما يكلمها، فدخلت وراه وقالت له: لو هتتجوز طلقني يا وفقي، طلقني وهملني أروح أشوف حالي. لا في طلاق ولا في شوفة حال، ما فيش غير سكوت ومركوب يتحط في خشمك بدل ما سففك التراب. طب سيب لي أملاكي، هاني هديرهم بمعرفتي. ولا هسيب لك حاجة ولا هديري حاجة، ومن النهاردة ما شوفش منك غير سكوت، ورجلك ما تخطيش برا السرايا وإلا هقطعها لك. خلص كلامه ودخل خد فلوس من خزنته وملا بيها جيوبه وقفلها وطلع. ففكرت مصرية إنها تبعت على شيخ البلد اللي شايلة عنده وصولات الأمانة وتاخد بيهم من وفقي حقها. بس لما قعدت مع نفسها وفكرت في حياتها من غير وفقي ما قدرتش تتخيلها. أيوة هو بقى قاسي عليها فعلا، بس ده طبع جديد عليه، وده جاي من شقته للضنا اللي ممررة حياتها هي كمان. ولو في حل في الدنيا كانت لجأت له لو هتدفع فيه كل ما تملك، وشافت إنه مش هيعمل حاجة غلط، ده حقه ومحدش يقدر يلومه عليه. مر قدامها شريط حياتها معاه، شافت إنه ادالها محبة كتير ورعاية واهتمام وحاجات حلوة عاشتها معاه. قلبها ما طوعهاش في اللي عاوزة تعمله، ولقت إنها لسه بتحبه. قررت تفكر بعقلها، تلحق روحها وتدافع عن وجودها في حياته، ما تخسرهوش وتروح ترمي روحها في أحضان راجل غريب ما تعرفش طباعه هيبقى إيه ولا هيعمل فيها إيه. وكمان ما تسيبش شقة عمرها لبت السماك تاخده عالجاهز. فلبست توب الهدوء وابتدت تحط الخطط اللي أولها إنها قامت على المطبخ، عملت لوفقي أكلة حلوة واتزوقت واستنت جايته لأجل تقوله إنها وافقت وراضية بجوازته، واللي هيتم من وراها يتعمل قدامها وعلى إيديها أحسن، وتبقى هي الحاكمة الأمرة الناهية بدل ما كل حاجة تتسرسب من بين إيديها ويقلب عليها وفقي. أما وفقي بقى فراح لسمسار البلد واتفرج على كذا بيت واشترى من بينهم الأكبر والأحسن، ورجع على السرايا علشان ياخد فلوس تانية. بس اتفاجئ بمصرية وحالها وريحة الأكل اللي مالية السرايا والسفرة اللي مجهزها له. قرب منها بشك: سبحان مغير الأحوال، إيه اللي غير حالك؟ ولا تكونيش نويتي تسميني وتخلصي مني؟ وهي وفقي، تصدق إنك تهون عليا برضك؟ دي عشرة عمر بحالة، داني فتحت عيوني عليك وماليش غيرك من بعد ربنا. فضل باصص لها بنفس نظرة الشك، بس قبلت شكه بابتسامة وابتدت تاكل من الأكل قدامه عشان تطمنه، وبعدها قعدته على السفرة وابتدت تأكله. ما تستغربش يا وفقي، أنا داخلة على 50 وانت كمان كبير، قفلت 50 وعديتها، يعني العمر ما عادش فيه كتير لجل الفضفضة والزعل. وإن كنت انت هتقدر تنام في طول واحدة غيري أنا ما اقدرش أعملها، وكل كلامي كان تهويش. بس لما فكرت فيها بيني وبين روحي لا عقلي ولا قلبي ولا نفسي استحملوها. ودي عشمي فيك اللي ما خيبتهوش يا بنت الأصول، وصدقيني الموضوع كله إني عايز حتة واد من صلبي يورثني ويشيل اسمي. أنا يتيم ومليش حد، ولو مت سلسالي هيتقطع من الدنيا وهروح في النسيان كأني ما كنت ولا عشت. ولو على صنف الحريم انت مكفياني ومالية عيني ومش حرماني من حاجة، والحمد لله إن ربنا ردلك عقلك وهداكي في الوقت المناسب قبل ما نخسر بعض. أنا صح طماع يا مصرية مش هنكر، بس أنا مش واد حرام ولا بنسى الزين والمعروف. خابرة إنك واد أصول يا وفقي، عشان كده هني هتحمل لجل خاطر عيونك وهقف جنبك للنهاية، وأنا بنفسي كمان اللي هجهز لك العروسة وأجيب لها شوارها على زوجي. همل انت بس الرميح والشرا والروحة والجاية دي عليا، وركز انت في شغلك ومصلحتك. هو ليك عليا اجيبها لك لوزة مقشرة من غير تعب وشبكتها مني. خد يا وفقي. وقلعت من ايديها جوزين غواي شدتهم له. بس دول مش شوية يا مصرية؟ لا يا عين مصرية مش شوية، دول كمان كتير عليها. خلي بالك يا وفقي، ما تبتديهاش معاها بالتساهل والمحايل، اديها بس هبابة هبابة لجل ما تشبعش مرة واحدة وتتبطر عليك. خليها دايما محتاجالك، أصل في ناس لما هتشبع هتبيع، وانت عاوز منيها مصلحة.
اربطها بيك لحد ما تكملها. هز وفقي دماغه وبص للغوايش بصة أخيرة وشالهم في جيبه. راح يدور على مؤمن والقارب بتاعه على شط النيل. مشي لحد ما شاف القارب فشاور لهم. أول ما مؤمن شافه وراح له أوام. نزل هو ونوارة وخد وفقي عند السمسار وكتب له عقد البيت باسمه. بعد ما فرجوا على البيت ومؤمن طار من الفرحة. وبعد ما رجعوا ادى لنوارة وطلع لها غوايش وبيقول لها: شبكتك يا ست البنات. بصت لهم نوارة ورفعت حاجبها لأنها عارفاهم كويس. أيوة، دول غوايش مصرية. وليه هلبس من ورا مرتك يا وفجي؟ وفين البندر والذهب والعز والجيب والعطية؟ ولا هو الكلام هيتغير في لحظة؟ خد ورقة البيت من أبوي ورجع غوايشك لسيالتك وروح يلا، مفيش جواز. هو مالك يا نوارة يا بنتي؟ ليه الطمع؟ أما هم جوزين غوايش حلوين اها، والذهب مفهومش قديم ولا جديد، الذهب ذهب يا بنيتي. والاتفاق اتفاق يا أبوي، يا يجيب كل اللي قال عليه يا ياخد اللي جابه ويفارقنا بالمعروف. هجيب لك يا نوار، بس همليني اليومين دول جمع سيولة، أنا ما حدايش سيولة. جبت البيت بكل ما معايا يعني دلوك، فلوسي في السوق وفي التجارة. خلاص يا وفي، نصبر لما يكون عندك، الدنيا مطرتش. خلصت كلامها ورجعت للقارب وقعدت فيه. وفقي بصلها وشاف منها تصميم وإصرار ما يلينوش بالكلام. عارف إن نوارة مش بالسهولة اللي فاكراها مصرية، وإن دي بنت شارع والدنيا لطمتها وعلمتها. فبص المؤمن اللي رفع له إيديه بتسليم وقلة حيلة. يا وفقي بيه، ما توقفش الدنيا وتخرب الطبخة على شوية ملح، وبعدين ما الذهب هيبقى في بيتك وليك، وكله في النهاية هيبقى لولادكم اللي هتخلفوه. وفقي سمع الجملة الأخيرة وقلبه رفرف وعزمه ضعف ورد بلهفة: خلاص يا مؤمن، قول لها ما تزعلش، أني معاود السرايا أجيب فلوس ونندلى البندر دلوقتي وأجيب لها اللي يرضيها وقت. فرح مؤمن وراح على نوارة يبشرها. ووفقي رجع السرايا خد الفلوس وطلع، وما ردش على مصرية اللي بتنده عليه علشان تعرف منه وهو واخد الفلوس ليه. وخد نوارة ومؤمن وجاب لها بدل لها غوايش مصرية بغوايش جديدة، وزود عليهم كمان جوز غوايش وكردان وحلق وكفة. ورجعت نوارة وهي لابسة دهب عمرها ما كانت تحلم تلبس ربعه. ومؤمن كمان رجع ببيت ما كانش يجرؤ يتمناه حتى في أحلامه ولا بينه وبين نفسه. حتى وفقي كان راجع معاهم بحلم قديم مات من سنين، ورجعت الروح دبت فيه من تاني.